ما هو انت من بعد ما هتشوف رابطة الكوتش دي مستحيل تربط اي رابطة تانية، لان زي ما انتم شايفين دلوقتي رابطة جميلة جدا وتحفة وهتعجبكم. كملوا الفيديو للاخر وهتعرفوا بقى ان انا كنت على حق. رسمة بجد جميلة جدا 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 وحاجة تحفة. بصوا يا جماعة، رابطة الكوتشي يعني حاجة كده، حاجة من الصين، حاجة من الصين. يعني بصوا بقى الإبداع والابتكار والجمدان، وبصوا كل حاجة هتلاقوها في الفيديو ده زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده، وهتقولي لي بجد طلعت جامدة جدا. دي رسمة يا جماعة مش رابطة كاوتش. الشيخ اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده يا جماعة ظهر من كام يوم كده في المسجد بيلعب بالكورة وبيعلم الأطفال ازاي يصدوا الكورة وبيمرنهم والكلام ده كله. فأنا عايز حد من علماء الدين يفسر لي الفيديو ده، هل ده حرام ولا لأ؟ يعني بالرجاء الإفادة، ويكون رد فعلا مستدل عليه، ويكون جايب لي دليل قاطع يقول لي ده حرام ولا لأ، يا ريت. لأن ده أنا حاسس إن هو حرام والله أعلم. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. دايما لما بتشوف واحد بيعمل حاجة غريبة بتقول له اه ما انت الجيش بيقولك اتصرف، مع ان انت عمرك ما فكرت انك تفكر ازاي هما بيعملوا الحاجات دي. بص بقى الفيديو ده وتابع معايا كده وصحصح وصلي على النبي، واتفرج بقى الحرف والحاجات الغريبة اللي ممكن تعملها وعقلك يفكر ويصنعها. بجد حاجات جامدة جدا. وتصرف انت واعتمد على نفسك، مش كل حاجة تقول الجيش بيقولك اتصرف. حاجات جامدة جدا وهتعلمك حاجات كتير اوي في حياتك، ومن حاجات بسيطة قد كده هتعمل حاجة قد كده جامدة جدا. فاتعلم كده واحدة واحدة معايا وركز كده. بصوا يا جماعة، بصوا الفن والحرف حاجات كده جامدة جدا. يعني محدش متوقع الجمدان ده، لا بجد لازم تعمل لايك. الراجل اللي انتم شايفينه ده جاب مناديل الحمام التويليت وحطها في الحلة وسلقها. تفتكروا ليه؟ انا كنت فاكره ان الراجل ده عبيط او حاجة، بس مع الوقت اكتشفت ان هو بيعمل حاجة جامدة جدا ومش اي حد يعملها. ابتكار جميل جدا زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. سلق المناديل كده وطلعهم حطهم في اكياس بتاع التخزين، وبعد كده قام حاطط معاهم شوية قمح. وبعد كده بقى هنستنى اما نشوف القمح ده هيطلع ايه. هيطلع زرعة بنشوفها في الكرتون. اللي يعرف اسم الزرعة دي يكتبها في الكومنتات، انا عن نفسي عارف، بس اللي هيعرف يكتبها في الكومنتات يوريني بقى نسبة ذكائه قد ايه، وهيعرف الزرعة دي ايه ولا لا. بجد جامدة جدا. الأداة اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي يا جماعة، دي أداة كانوا بيستخدموها من 130 سنة لبري الموس. هتقول لي ازاي هو الموس بيتبري؟ طبعا زي ما انت هتشوف دلوقتي كده، كانوا بيفتحوا الأداة ويحطوا جواها الموس وبيقفلوها بالطريقة اللي شايفها دي، وبعد كده تقعد تلف كأنك بتلف عقرب ساعة أو لعبة بالجنزبيل ده، ولا مش عارف لعبة بالبتاع اللي بيبقى في الألعاب الأطفال ده. وبعد ما تقعد تبري تبري تبري، بص بقى اللي هيحصل دلوقتي لما يفتح بقى الموس اتسنى ورجع جديد. أداة جامدة جدا. تاني مرة على التوالي جايين بقى نكتشف لكم أسرار التمثيل، وزي ما انتم شايفين ازاي بيشتغلونا في التمثيل. وكمان الإعلان اللي انتم شايفينه ده إعلان وي اللي اتعمل بعد ما قناة وي اخترقت من كام يوم ورجعوها تاني، فحبوا ان هم يرجعوا الريتش بتاعهم تاني، فعملوا إعلان وي اللي انتم شايفينه ده. وده عفروتو، أنا من عشاق عفروتو يا جماعة بجد. شاب محترم ومجتهد، والكل مجتهد النصيب. جامد جدا يا جماعة زي ما انتم شايفين. الصين مبهر وجميل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. حولت لعبة الأطفال لمكنة موتوسيكل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بجد ابتكار ودماغ شغالة مش بتنام زي ما انتم شايفين كده. أداة جامدة جدا وممكن نستخدمها في مشاوير بسيطة. جامدة جدا. عندك حد بقى من اصحابك بيحب المونتاج جدا، فانت لازم تخليه يتفرج على ذا كينج ده، لان ده بيعمل فيديوهات غريبه جدا وجامده جدا زي ما انتم شايفين كده. وبيحول الحاجات الاثريه لجبنه ولانشون وحاجات كده جميله جدا زي ما انتم شايفين. خليه يتابعه لانه مهم جدا جدا جدا. تعرف بقى مين اللي قال لكم ان كائن كانجرو مش لطيف؟ زي ما انتم شايفين دي صوره ليه كده مبسطه من على قرب. ايه رايكم فيه؟ كان لطيف ولا لا؟ محتاج رايكم بقى يا جماعه. فلتر من اجمل الفلاتر اللي ممكن تشوفها في حياتك، هتركبه تحت الحوض وبعد كده تنساه، وده للصدى والاتربه والاوسخه اللي تنزل في جوه معدتنا. جامد جدا. الفيديو اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده يا جماعه، ده من الفيديوهات العملاقه جدا اللي ممكن وانت تفضل باصص لها كتير تسحب نظرك او تخليك تتجنن وتفضل مسحول وتقعد تتفرج وتكمل الفيديو للاخر زي ما انت بتعمل دلوقتي كده. انت قاعد مستني تشوف ايه اللي هيحصل. فيديوهات غريبه جدا وسهله جدا. بقى بعد الاختراع اللي انتوا شايفينه ده مش هتحتاج لسباك تاني. ايوه زي ما بقول لك كده بالظبط. لو عندك ماسوره اتكسرت هو هيعملها لك شغلانه ويقول لك لا نغير الماسوره ومش عارف ايه. انت ممكن تشتري اللزق ده وتلزق الماسوره في وقت قصير جدا، وكمان هتوفر وقت ومجهود وفلوس وحاجات تانية كتير. سيبك بقى من الناس اللي بتشتغلك. المفروض بقى ان ده سحر وهي بتعمل فيه سحر، والمفروض انها تقفل عليه الستاره بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد ما هتلف
قال ايه بقى، السحر اتقلب على الساحر وهي اللي بقت جوه وهو اللي بقى بره. ايه السحر في كده؟ مش عارف يعني، مش مفيش اندهاش. البنت اللي انتوا شايفينها دي بوظت اللابتوب بتاع جوزها عشان مش عارفه تغسل الهدوم بالصابونه، فالمهم عملوا لها الاداه اللي انتوا شايفينها دي، بقت تغسل اي بنطلون واي قماشه بكل سهوله وبطريقه احسن واسرع كمان. بصوا زي ما انتم شايفين اداء جامد.